ايه الاخبار يا بطل؟ عاوزك تركز معايا قوي في الفيلم اللي جاي ده عشان هيعجبك قوي، بس لازم تركز في كل تفصيلة عشان تفهم الاحداث ماشية ازاي. بيبدأ فيلمنا النهاردة بشخص بيظهر وبيتكلم بنته وبيعرفها ان العصابة عرفت مكانه ولازم تعمل اللي هو بيقول عليه، وخليكوا فاكرين المشهد ده جدا عشان هنحتاجه بعدين. بعد كده بنلاقي اننا موجودين في كولومبيا وبيظهر شخص اسمه إيريك بيعلم باقي العصابة على ضرب النار، وبيظهر بعد كده إيريك هو بيستلم خريطة وبنعرف إن ده مكان خزان مليان فلوس مدفون تحت الأرض. المشهد اللي بعد كده بيظهر عصابة تانية موجودة في المكان المحدد اللي في الخريطة، وبيكونوا بيدفنوا الخزانات اللي مليانة فلوس دي، وبعد ما العمال بتخلص العصابة بتقرر تقتلهم عشان مفيش حد يعرف المكان غيرهم، وبيدفنوا عليهم على الخزانات من غير رحمة. وبنعرف إن الخزانات دي بتاعت تاجر مخدرات والحكومة مش قادرة توصله. وبعد كده بنعرف إن رئيس العصابة ده مات من 35 سنة ولسه السر مدفون. وبيظهر معانا شخصية جديدة اسمه أفي، وبيظهر معاه صاحبه وبيكون شغال مع عصابة أكبر منه، وبيسمع صوت ضرب نار في الفيلا، وبيعرف إن أفي بيقدم الناس في بيته عشان يعرف مكان الخريطة اللي هتوصله لخزانات الفلوس المدفونة في الغابة. وبيقول لأفي إن العصابة اللي شغال معاه خطيرة جدا ولازم ياخد باله من ده، وأفي ما بيفرقش معاه. والمشهد اللي بعد كده بتكون عصابة أفي بتعذب راجل اسمه آرتي عشان يعرف مكان الخريطة من غير رحمة، وبيخنقوا فيه لحد ما كان خلاص هيموت، وفعلا بيعترف وبيعرفهم إن الخريطة في ظهر لوحة مرسومة عليها واحدة في بيت بنته. وبيكون الراجل مرعوب على بنته وبيعرفهم مفيش حد يقرب منها، وفي لحظتها العصابة بتخلص عليه وبيرموه في البحر. والعصابة وهي بتعذبه بتكتشف إن في ظرف وقع من جيبه لصورة بنته، وآفي بيشوف الصور وبيعرف شكل بنته، وبنعرف إن بنته اسمها روز تشتغل محامية، وبيقرر آفي إنها تدافع عنه في المحكمة طبعا بغرض عشان يقرب ليها ويوصل للخريطة. وبنعرف إنه كان متهم في قضية مخدرات، وبتطلع شاطرة جدا وفعلا بتطلعه من القضية بسهولة، وآفي بيكون منبهر بيها وبيشكرها وهي بتعرفه إن ده شغلها وإنها ما عملتش حاجة زيادة. وبعد كده بيعرض عليها إن هما يخرجوا عشان يحتفلوا وبتوافق. والمشهد اللي بعد كده فعلا بتقابله على يخت في البحر وبيحتفلوا، وبعد كده بيقول لها لازم نحتفل في البيت عندك، وبيقرروا يروحوا البيت. وبعد شوية بتقرر تسيبه وتدخل تنام، وهو طبعا بيستنى الفرصة دي وبيلاقي اللوحة المرسومة قدامه وبيفتح ظهرها وبيلاقي الخريطة. وفي اللحظة دي بتطلع روز من الأوضة وفي شخص مثبتها بالمسدس، وبتكون روز شافت آفي وهو بياخد الخريطة، وبيطلع الشخص ده اسمه مايكل، وبيكون آفي عارفه وبيعرفه إنه جاي مش عشان يقتل حد، هو جاي عشان ياخد الخريطة برضه. وفجأة روز بتبعد عن مايكل وبيبدأ المعركة بينهم وبيكسروا بعض، وبيكون مايكل هيقتل افي خلاص، لكن افي بيطلع سكينة وبيطعن ارتي وبيخلص عليه. وافي بيقول لروز هتجهز حاجتها عشان هتروح معاه بيته بحجة انه خايف عليها. والمشهد اللي بعد كده روز بتكون عرفت انه كان بيقرب ليها بسبب الخريطة، وافي بيقول لها لازم نطلع على كولومبيا الصبح عشان طبعا الفلوس اللي مدفونة هناك. وافي بيوصل كولومبيا وبنعرف ان اخوه الصغير عايش هناك، وبيقابله وبيسأله مين اللي معاك دي، وبيعرفه ان هي المحامية بتاعته. وبنعرف أخو آفي اللي اسمه إيزك كان ضابط في الجيش واترفد، وإيزك بيوصلهم لرجالته وبيعرفهم عليهم. والمشهد اللي بعد كده إيزك بيحذر آفي من المحامية روز، ولكن آفي بيقول له مالكش دعوة بيها، أنا ملاحظ إنك عمال تبص لها وما بتكلمش عشان عارفك وعارف عقلك المريض، وأنا محتاج تركيزك عشان نلاقي الفلوس. وبنعرف إن المبلغ 200 مليون دولار وإنها عملية خطيرة. وافي بيعرف ايزك بيقول له انت واثق في رجالتك؟ قال له الفلوس بتحرك اي حد، وبيديله مسدس. والمشهد اللي بعد كده بيظهر العقيد كالديرون وهو بيعدم شخص بدم بارد من غير رحمة، وبيقول له ما ينفعش تخدع الشيطان. المشهد اللي بعد كده روز بتسأل آفي ازاي عرفت ان الخريطة في اللوحة، بيقول لها ان ابوها جاله في المنام، وطبعا آفي هو اللي بيكون خلص عليه، وبيعرفها ان هما لازم يخلصوا العملية وياخدوا الفلوس، ويعرفها على كل حاجة وهي بتقول له هتدفع الثمن وبتكون شاكة فيه. المشهد اللي بعد كده إيزك بيروح منطقة الجيش وبيكون متفق مع عسكري هناك عشان ياخد عربية، وبيتكلموا وفجأة بيظهر الجيش كله وبيعرف إنه كان متبلغ عليه ويضربوا نار على بعض، وإيزك بيعرف يهرب ولكن بيكون قلقان وعارف إن هما مش هيسيبوه، وبيبدأوا فعلا يتحركوا ناحية الغابة. وبيكون إيزك بيقول لآفي كلها وقت وهيوصلوا لينا، وبيرد عليه آفي بيعرفه إن هو ماشي بالأوامر بتاعته وإنه مش هيرجع ومفيش حاجة هتمنعه.
وبتبدأ رحلة ال200 مليون دولار وبيكونوا قاعدين يرتاحوا، وفجأة بيظهر تعبان ورا روز، وبيظهر شخص غريب يقتل التعبان بالسكينة من وراهم، وكلهم بيرفعوا السلاح عليه، وبنعرف إنه صاحبهم واسمه سانتياغو، وبيقرروا يكملوا الرحلة على أساس طريق الخريطة. وفجأة بيظهر جنود جيش قدامهم وبيرفعوا السلاح على بعض، وفجأة بيلاقي روز متثبتة بالسكينة من جندي وراهم، وبيقرروا ينزلوا السلاح. فجأة بيحصل فوضى وبيهجموا على الجنود وبيخلصوا عليهم واحد واحد، وآفي بيمسك جندي وبيعذبه عشان يعرف مكان العقيد كالديرون، ولكن ما بيتكلمش. وآفي بيخلص عليه وبيعملوا خطة، بيتقسموا لجزئين، وبتكون رجالة إيزيك عرفوا مكان العقيد كالديرون وبيراقبوه من بعيد، وبيلاقي ابنه معاه وبيقرروا يخطفوه، وفعلا بينجحوا وبيخطفوه وبيصوروه فيديو عشان يبتزوا أبوه العقيد كالديرون. وبعد كده واحد من العصابة بيروح لكالديرون في الحانة وفعلا بيقعد معاه، وفي نفس اللحظة باقي الرجالة بتروح تهجم على جنود كالديرون اللي كانوا واقفين يحموه. كالديرون بيقول له أنت مين؟ أنا مش واثق فيك. قرر يوريه الفيديو بتاع ابنه عشان يبتزه ويخرج معاه من غير قلق. وأول ما كالديرون بيشوف ابنه بيتصدم وبيقرر يخرج معاه فعلا، وبيثبتوه وبياخدوه في العربية وبيتحركوا، وبيأمروا واحد منهم يكلم جنوده يتحركوا الجهة التانية عشان يعرفوا يروحوا للمكان الفلوس. وكالدرون بيقول له انت مفكر انك هتخرج بسهولة بالفلوس؟ قال له هنقتل ابنك. وبالفعل كالدرون امر رجالته بالتحرك الجهة التانية. المشهد اللي بعد كده افي بيقرر يتحرك وراهم، وبيكون موجود روز وايزيك اخوه وسانتياغو. بيظهر بعد كده كالدرون وهو معاه سكينة وبيفك نفسه، والعربية بتكون هتتقلب، وكالديرون بينتهز الفرصة وبيطعن الشخص اللي معاه في العربية اسمه العربي من العصابة وبيهرب منه. وكالديرون بيجري ويبلغ رجالته تروح ليه، وجزء يفضل موجود في مواقعهم. وبعد كده بنلاقي العربي لسه بيدور على العقيد كالديرون، وفعلا بيشوف رجله، لكن كالديرون بيهجم عليه وفي لحظة بيخلص عليه. المشهد اللي بعد كده بنلاقي إيزيك عارف إن سانتياغو ضدهم وعاوز يقتلهم، لكن سانتياغو بيهجم عليه وبيقتله. وطبعا روز بتشوف كل ده وساكتة ليه؟ هنفهم بعدين، خليك معايا. وبيكون آفي ماشي في الغابة على أساس إن كالديرون سحب قوته من المنطقة، ولكن بيلاقي كالديرون جمع قوات تاني وبيلف عليهم. المشهد اللي بعد كده آفي بيكون وصل وبيحفر، وبنلاقي القوات وصلت لاتنين من العصابة وبيحصل اشتباك بينهم، والعصابة بتقتل منهم كتير ولكن عددهم بيكون كبير. ونشوف مهارة عالية أوي في القتال. وبيظهر بعد كده روز وسانتياغو متفقين مع بعض ومعاهم خريطة تانية وماشيين، وهنعرف إيه اللي هيحصل. المشهد اللي بعد كده بنلاقي المعركة لسه شغالة بين العصابة وجنود كالديرون، وبيقتلوا واحد من العصابة ولكن بيكمل قتال وبيحاول يخلص عليهم وهو مصاب، ولكن عددهم بيكون كبير وبيخلصوا عليهم، وصاحبه بيزعل عليه وبيهجم على العصابة بكل أسلحته وبيسحب صاحبه عشان يلحقه، ولكن بيكون خلاص في اللحظات الأخيرة. المشهد اللي بعد كده بنلاقي آفي وصل للمكان المحدد اللي المفروض فيه الفلوس، ولكن بيلاقي كله جماجم والعمال اللي شغالة بتطلع تجري وبيتفجروا في ساعتها، وبنعرف إن المكان كله ملغم. وبنروح للعصابة اللي وقع مع الجنود وبيكونوا خلصوا عليهم، ولكن بيكون صاحبه وقع وزعلان عليه، وفجأة بيظهر جندي يخلص على التاني برصاصة في نص دماغه، وبكده بيكونوا الاتنين ماتوا مع بعض عشان مفيش حد فيهم يزعل. المشهد اللي بعد كده بنلاقي آفي وقف بالغلط على ألغام، وبيكتشف إن سانتياغو وروز ضحكوا عليه ووصلوهم للطريق كله ألغام مش مكان الفلوس. وآفي بيقرر يضرب نار في الهواء عشان العقيد كالدرون يوصل له. المشهد اللي بعد كده روز وسانتياغو بنعرف إن هم يعرفوا بعض من وهم صغيرين، وكانوا متفقين مع بعض. وبنعرف إن الشخص اللي ادالها الخريطة مش أبوها، لكن كان خدها عشان لقى أمها مخطوفة من العصابة وقتلها قدام عينيها، وسانتياغو كان ابن الراجل ده. المشهد اللي بعد كده بنلاقي كالديرون وصل لآفي وبيكون عاوز ياخد منه الخريطة، ولكن آفي بياكلها قدام عينيه، وكالديرون بيكون متغاظ منه وبيهجم عليه. المشهد اللي بعد كده بنلاقي روز وصلت للفلوس 200 مليون دولار وبتاخدهم في العربية وبتودع سانتياغو وبتمشي. وبعد كده بنلاقي آفي لسه بيتفاوض مع كالديرون، ولكن آفي بيطلب منه حضن، وفعلا كالديرون بيتريق عليه وبيحضنه فعلا، وبيتفاجئ إنه داس على لغم وبيتصدم وبينفجر فيهم وبيخلص عليهم هما الاتنين. المشهد اللي بعد كده بنعرف إن روز الراجل اللي رباها اللي كلمها أول الفيلم لو تفتكر، وعرفها إن العصابة عرفت كل حاجة وهتروح ليها، وطلب منها تخبي الخريطة. عشان كده روز كانت عاملة حسابها وفاهمة كل اللي بيحصل، وغيرت الخريطة ووقعتهم في بعض. وبكده يبقى خلص فيلم النهاردة. طبعا ما تنساش لو عجبك الفيلم ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتستنانا الفيديو الجاي. سلام.